في اخر كام يوم في اخبار صادمه جدا طالعه من المجتمع العلمي، والاخبار دي بتقول ان العلماء بنسبه كبيره اكتشفوا حياه على كوكب اخر غير كوكب الارض، والبي بي سي اتكلمت عن الموضوع ده. قصه بمنتهى البساطه ان في تلسكوب اسمه جيمس ويب لقط كام صوره لكوكب مسمينه K2-18b، واللي بيبعد عننا ب 124 سنه ضوئيه بس. ايه بقى الحاجه الغريبه اللي لقوها في الكوكب ده دونا عن بقيه الكواكب؟ المفاجاه في الصور اللي قدامك دي. الكوكب اللي انت شايفه قصادك ده مش كوكب الارض، بس من الصور بتاعته تحسه تيبيكال لكوكب الارض. بس الصور لوحدها بالنسبه للعلماء مش كفايه، مش معنى ان هو شبه كوكب الارض ان عايش عليه كائنات حيه. فايه بقى اللي اكتشفوه كمان؟ اكتشفوا ان الغازات اللي خارجه من الغلاف الجوي بتاعه هي الدي ام اس او. المركب ده بقى يا باشا بيجي منين؟ من الشجر، والشجر ده برضه بينتج ايه؟ اكسجين، وده خلاهم بشكل مبدئي يتوقعوا ان وارد جدا يكون في حياه على الكوكب ده. يوم 13 سبتمبر اللي فات كان في جلسة استماع من الكونجرس المكسيكي لعلماء أثبتوا وجود الفضائيين، لقوا كمان معاهم الدليل. والأول مرة الدليل ما يكونش ولا صورة ولا فيديو ولا شهادة ناس، لأن الثلاث حاجات دول بسهولة يتلعب فيهم أو يتصوروا. المرة دي العلماء كانوا جايين وجايبين معاهم الجثة، كائن فضائي بيقولوا عليه حقيقي، والجثة دي عمرها حوالي 1000 سنة. والراجل اللي كان بيتكلم بالنيابة عن العلماء دول هو خوسيه موسان، بيشتغل كصحفي بقاله أكتر من 50 سنة، واعترف تحت القسم إن حوالي تلت الدي ان ايه بتاع الكائن ده مش معروف وملوش اي صله باي حياه موجوده على كوكب الارض. Que de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí, son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. والجسم الفضائي ده مش الصحفي اللي حلله اكيد، ده اتحلل في جامعه. راسه شكلها غريب جدا زي ما انتم شايفين في الصور اللي قدامكم، وايديه ورجليه فيها 3 صوابع بس وترتيبهم غريب، وما عندوش اسنان. لقوا في جسمه معادن زي الكادميوم والاوزميوم اللي هم من اندر المعادن اللي موجوده على كوكب الارض. وقبلها بشهر برضه كان في جلسه استماع من الكونجرس الامريكي عن الفضائيين، والسنه دي تعتبر اكتر سنه في التاريخ تظهر فيها اطباق طايره. يوم 28 يناير في ولايه الاسكا في امريكا، يوم 2 فبراير في كوستاريكا وكولومبيا وفنزويلا، يوم 9 فبراير في ولايه الاسكا تاني، يوم 11 فبراير في كندا. سيدي شكرا كفايه. يوم 12 فبراير في كذا مكان في امريكا، يوم 14 فبراير في رومانيا ومولدوفا، كفايه. يوم 16 فبراير في الصين، ومن 19 فبراير لحد مايو ظهرت اكتر من مره في هاواي. خلاص يا وحش بقى، احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ اخرس بقى. ايه بقى الموضوع يا عم كريم؟ الموضوع طلع بجد ولا ايه؟ هل دي اول سنه تظهر فيها الاطباق الطايره؟ احب اقول لك ان انت هتتصدم لما تعرف المعلومه اللي جايه دي، لان الموضوع ده موجود من سنه 1450 قبل الميلاد، يعني من حوالي 3500 سنه. الكلام ده كان في ايام مصر القديمه في عهد الملك تحتمس الثالث. بعد ما هزم اعدائه في بلاد النوبه القديمه، حط مسله بتوصف ازاي نزل نجم من السماء عشان يشعل النار في اعداء تحتمس. وحرفيا يعتبر كل الحضارات القديمه من بعد الحضاره المصريه كانوا بيتكلموا عن ظهور اجسام غريبه في السماء بتطير بين السحاب، لحد يوم 13 سبتمبر اللي حصلت فيه جلسه الاستماع من الكونجرس المكسيكي. ده غير ان في شهر 6 في جلسه استماع ديفيد جراش، وده ضابط سابق في الاستخبارات الامريكيه، اتهم الاستخبارات الامريكيه نفسها اللي هو كان شغال فيها ووكالات تانية ليها علاقه بالحكومه بانهم عندهم برامج سريه ليها علاقه بالفضائيين، وان جزء كبير من الافلام اللي بنشوفه دي مش خيال علمي ولا حاجه، دي مبنيه على احداث حقيقيه. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program. وان في منها مشاريع ريفرس انجينيرنج او الهندسه العكسيه، ودي ببساطه ان انت بيبقى معاك حاجه وعاوز تعرف هي اتعملت ازاي او جت منين، فبتفككها وبترجعها لاصلها عشان تفهم هي وصلت للشكل النهائي بتاعها ده ازاي. ممكن منها تقدر توصل للتكنولوجي المتطوره بتاعه المركبات الفضائيه دي. وموضوع الريفرس انجينيرنج ده مش حاجه جديده، ده بيتعمل من زمان وقت الحروب على اي تكنولوجي مسروق. يعني مثلا وقت الحرب العالميه الاولى والثانيه زي ما امريكا عملت على الاختراعات بتاعه المانيا، ده لو انت كنت اتفرجت على اوبنهايمر يعني. Now I am become death. ايه بقى تاني ديفيد جراش بيقول ان هو حصل فيه كده؟ المركبات الفضائيه. ديفيد قال انه لما كان في الخدمه ولقى معلومات عن الحاجات دي فطلب الاذن انه يطلع عليها، واترفض الطلب بتاعه، وحاول يصعد الموضوع لرئيسه ورؤساء رئيسه، وطبعا مفيش اي حاجه حصلت. وقال بعدها ان هم انتقموا منه بسبب اللي عمله ده، بس هو مش ندمان وعنده امل ان هو يوصل لاصل الموضوع ده ويعرف الناس كلها اللي بيحصل بالظبط. والكلام ده طبعا مش جديد على الحكومه الامريكيه اللي معروف عنها دايما انها بتعمل اللي على مزاجها، عندهم استعداد يعملوا اي حاجه مهما كانت غلط وحرام وضد حقوق الانسان
عشان يفضلوا في الصداره. هل معنى الكلام ده يا عم كريم ان انت بتقول ان في فضائيين بجد؟ خليني بقى اقول لك على الوجه الثاني من الموضوع ده. بعد الادعاءات بتاعه الراجل المكسيكي ده حصل عليه هجوم جامد جدا من بعض الناس، وقالوا ان هو نصاب، لان سبحان الله الكائن الفضائي اللي حضرتك جايبه شبه اللي بيتعمل اصلا في الافلام، وفي اصلا منه مجسمات كتيره موجوده على الحقيقه. هتقولي طب ما هم ممكن يكشفوا عليه ويعرفوا اذا كان هو حقيقي ولا مش حقيقي. اقول لك ان هم رفضوا ان اي حد يقرب من الجسم اللي معاهم. هل تفتكر بقى ان الفضائيين دول ليهم علاقه بكوكب كيتو 18 بي ولا؟ حابب ان انا اسمع رايك في الكومنتات. انا كريم حنفي، سلام.